أصحابي وصحباتي طلاب جريد 5. النهاردة معادنا مع 4 قصص من أجمل القصص اللي ممكن تسمعها بالإنجليش. القصة الأولانية لذيذة وظريفة جدا، وهي بتدور أحداثها بين الماركت تريدر تاجر البقالة وبين أمه وابنها إبراهيم ومامته. طيب الماركت تريدر اللي هو تاجر البقالة بيقول ايه؟ lovely tomatoes come and buy. طماطم حلوة، تعالوا اشتروا، قرب واشتري. how about buying some lovely red tomatoes? how about buying some lovely red tomatoes؟ يبقى how about بيجي ورا منها الفعل مضاف له ing، قلت buying some lovely red tomatoes، يعني ايه رأيك تيجوا تشتروا شوية طماطم حمراء؟ ساعتها الأم ردت وقالت I think we need some tomatoes. أنا أعتقد إن احنا محتاجين شوية طماطم. بعد كده سألت على سعرها. طب سألت على سعرها ازاي؟ قالت how much are they؟ هي بكام؟ الماركت تريدر ساعتها رد وقال they're a good price. دي سعرها كويس قوي. they're only 3 pounds for 1 kilogram. بس الكيلو ب3 جنيه. there اللي في الأول دي اللي يختصر they are، بس لما تيجي بالشكل ده أنا ممكن أقرأها they're a good price أو they are a good price، قصده على الطماطم اللي سعرها كويس. بعد كده الأم ردت وقالت okay we will have a kilogram please. احنا هناخد كيلو لو سمحت. الماركت تريدر رد عليها وقال لها how about buying some carrots too؟ ايه رأيك بقى ما تاخدي شوية جزر كمان؟ الأم ردت على التريدر وقالت له no thank you. يبقى لما أكون عايزة أرفض حاجة بشكل لطيف أقول إيه؟ no thank you no thank you. خد بالك إن no لازم تجيب ورا منها كاما. ساعتها ابنها رد وقال له، هو اسمه إبراهيم، قال مام please can we have a pineapple؟ مام please can we have a pineapple؟ ممكن يا ماما لو سمحتي تجيب لنا اناناسية؟ الام ردت وقالت yes ابراهيم let's buy a nice juicy pineapple. يلا نجيب بقى ايه؟ اناناسية غنية بالعصير. يبقى لما اكون بقول على ثمرة فاكهة ان هي غنية بالعصير اقول ايه؟ juicy juicy. خد بالك انا بقولها ازاي؟ juicy juicy juicy. بجيب زي دي صغيرة كده في الأول قبل الجي، جوسي باينابل. وخد بالك هنا برضو إن ليتس جي وراها المصدر، ليتس جي وراها المصدر، يبقى ليتس بيجي وراها المصدر. وقبل كده قلنا إن هاو أباوت بيجي وراها الفعل مضاف له ING. دي ملحوظات لازم إيه نعرفها وإحنا بنحكي القصة الجميلة بتاعتنا. بعد ما قالت له خلاص هنجيب، يلا نجيب أناناسية. جت بقى الماركت تريدر اللي هو تاجر البقالة قال there you go. اتفضلي there you go there you go that will be 20 pounds in total please. يعني بيقول لها بقى على الحساب، بيقول لها ان ده ب20 جنيه الاجمالي بتاع كل اللي انت اشتريتيه 20 جنيه لو سمحتي. there you go that will be 20 pounds in total please. خد بالك ان كلمة please بتجيب قبل منها كما. كل ده هيفيدك في علامات التركيب. المحادثة التانية بتدور بين ندى وتيتتها جراندما. ندى وتيتتها يا ترى ايه اللي حصل ما بينهم؟ ندى بتقول لتيتتها جراندما، بتقول لها I really like coming to your house grandma. انا فعلا بحب اجيلك يا تيتا البيت قوي. ساعتها جراندما طبعا ردت عليها وقالت لها I like it when you visit me ندى. وانا كمان بحب ان انت تيجي تزوريني يا ندى. كويس. ندى ردت وقالت we haven't got a mango tree in our garden at home. we have got a lemon tree. يعني انت طلعتي بتحبيها علشان هي عندها شجرة مانجو يا ندى في الجنينة بتاعتها؟ لا اوعي، حبي تيتا يا ندى. we have got a lemon tree. احنا عندنا شجرة ليمون بس شكلك جاية تاكلي المانجا يا ندى. جراندما ردت وقالت لها I know. انا عارفة. خد بالك ان الليتر كي هنا سايلنت مش بيتقرأ.
I'm lucky to have one. أنا بقى محظوظة إن أنا عندي واحدة. Would you like to have a mango now? Would you like to have a mango now? يبقى لما أكون عايز تعرض على حد إن هو يتناول حاجة تقول له would you like to have، وتقول الحاجة اللي أنت عايز تديها له. would you like هل تحب أن تحصل على واحدة الآن؟ ساعتها ندى طبعا كانت عايزة المانجا، وواضح إن هي جاية عشان تاكل المانجاية من الشجرة، وقالت yes please. خد بالك بعد كلمة please حطينا exclamation mark علامة تعجب. yes please وبعد yes حطينا كوما. I would also like to have your mango and coconut مهلبية later. Have you got any coconut؟ قالت لها يا تيتا لو سمحتي yes please. I would also like to have your mango. أنا كمان عاوزة آكل المهلبية بالمانجا وجوز الهند later يعني لاحقا. have you got any coconut؟ هل أنت عندك أي كوكونات؟ ساعتها جراندما ردت وقالت yes I bought some in the market this morning. يا ندى ده انت حظك جميل، انا فعلا اشتريت الماضي من buy bought. انا اشتريت some البعض in the market in this morning يعني اشتريت من السوق هذا الصباح شوية كوكونات. الحوار الثالث كان بيدور بين أشرف ومامته. مامة أشرف will you come to the market with me؟ أشرف will you come to the market with me؟ يا أشرف أنت ممكن تيجي معايا الماركت؟ فأشرف رد عليها وقال لها yes of course. بالطبع أيوة يا ماما. what do we need to buy؟ what do we need to buy؟ what do we need to buy؟ yes of course. what do we need to buy؟ ماذا نحتاج أن نشتري؟ احنا محتاجين نشتري إيه بقى يا أمي؟ الأم ردت وقالت له we need to buy bread and rice. what would you like for lunch on Saturday؟ انت محتاج ان احنا ناكل ايه على الغدا يوم السبت. خدوا بالكم ان هنا ايام الاسبوع بتاخد حرف الجر on. يبقى لما اكون عايزه اقول لحد انت عايز تاكل ايه على الغدا فاقول له what would you like for lunch. الوجبات بتاخد حرف الجر for. طيب بعد كده اشرف رد وقال I would like كشري please it's my favorite. يا ماما انا عاوز اكل كشري وايه ده المفضل لدي. الام ردت وقالت okay are there any onions in the fridge؟ okay are there any onions in the fridge؟ يعني هل يوجد اي بصل في الثلاجة؟ اشرف رد وقال no there aren't. so we need to buy bread rice and onions. ده احنا مش هنشتري بس bread rice خبز ورز، لا ده احنا كمان محتاجين onions عشان الكشري محتاج بصل طبعا. يبقى ده الحوار اللي دار بين الام واشرف. يلا بينا ننقل على المحادثة الرابعة اللي بتدور بين امال وباباها. داد بيتكلم، بابا امال بيتكلم وبيقول okay what do we need to get امال؟ okay what do we need to get امال؟ احنا محتاجين ايه يا امال؟ امال ردت عليه وقالت له mom says 3 lemons and some eggs. mom says 3 lemons and some eggs. يعني ماما قالت يا بابا ان احنا محتاجين 3 ليمونات وبعض البيض. الاب رد وقال here are the lemons. here are the lemons. يلا يا امال الليمون اهوت. امال ردت وقالت the eggs are over there. the eggs are over there. and chocolate too. يا بابا ده البيض كمان ايه موجود هناك اهوت وكمان ايه شوكولاته. الاب رد عليها وقال لها is it on mom's list؟ لا ما تضحكيش عليا يا امال، هي الشوكولاته في القائمه اللي ماما جابتها. امال قالت له no it isn't but can I have some please؟ لا يا بابا هي مش في الليسته بتاعت قائمه المشتريات، ولكن ممكن اخد شويه يا بابا، ممكن لو سمحت تجيب لي. باباها رد عليه وقال لها okay but don't eat
it until after dinner أمال. يعني يا أمال لو سمحتي don't eat it ما تاكليهاش until حتى after dinner بعد العشاء لو سمحتي يا أمال. ودي كانت آخر محادثة. يلا بقى نبدأ lesson 2 كلماته. lesson بعنوان my shopping list يعني قائمة مشترياتي. shopping list يعني قائمة المشتريات، ولما احطه قبل منها كلمة my فانا هخليها قائمة مشترياتي انا بتاعتي انا. اول كلمة معانا هي كلمة shopping list. shopping list يعني قائمة مشتريات. pineapple ثمرة اناناس. pineapple. tomatoes مهلبية. tomatoes يعني طماطم، والمهلبية اللي هي المهلبية. بعد كده عندي كلمة trader. pounds trader يعني تاجر، pounds يعني جنيهات. juicy كثير العصارة. dinner عشاء. grapes عنب. price سعر. kilogram يعني الكيلوغرام وحدة قياس. lucky محظوظ. fridge يعني التلاجة. dessert يعني تحلية. يلا بينا نشوف الفيربس. عندي أفعال منتظمة regular verbs وعندي أفعال غير منتظمة irregular verbs. نبتدي بالregular verbs. needed visited. needed يحتاج visited يزور زار. بعد كده الirregular verbs الغير منتظمة، الأفعال غير منتظمة. think thought اعتقد. get يحصل حصل. come came يأتي أتى. say said يقول قال.